علي صحي من النوم وهو عنده وجع رهيب في جنبه، كان في اوضه في مستشفى نظيفه جدا. الممرضه دخلت عليه بابتسامه: الحمد لله على سلامتك يا استاذ علي، العمليه نجحت. وابني ابني عامل ايه؟ ابنك زي الفل، العمليه بتاعته نجحت وبقى كويس. علي حس براحه كبيره وبامتنان رهيب لولاء هانم. الست دي انقذت حياه ابنه، بس المستشفى كان فيها حاجات مش مظبوطه. بعد ما وافق على الصفقه دي، تاني يوم على طول عربيه اسعاف خاصه جت خدته هو وابنه، ودتهم على مستشفى خاص في حته مقطوعه على اطراف البلد اللي هم ساكنين فيها. المستشفى كانت فخمه بس فاضيه بشكل غريب، مفيش زوار ومفيش مرضى كتير، كان المرضى اللي جايين دول هم مرضى تمثيل اصلا. الدكاتره والممرضين كانوا كلهم اجانب وبيتكلموا ببرود شديد. ولاء هانم كانت بتشرف على كل حاجه بنفسها. قالت له دي مستشفى متخصصه في زراعه ونقل الاعضاء، عشان كده بعيده شويه عن الدوشه، لان الحاجات دي بتحتاج روقان. علي صدقها، ويا ريته ما صدقها. بعد ما فاق حاول يسال على الراجل اللي خد كليته عشان يطمن عليه. الممرضه بصت له ببرود وقالت له: اسفه، معلومات المرضى سريه يا استاذ علي، ما ينفعش اقولها لحد. وردها كان اول علامه خطر.